السلام، مرحبا بكم في زنشن. طيب اليوم ان شاء الله باش نحضروا مع بعضنا بيتزا بالتون وبيتزا بالخضره والجامبون. اول حاجتنا بالمكونات العجينه. اليوم زوز بيتزات، 300 غرام فرينه، مغرفه زبده، شويه كليل وزعتر مرحين، مغرفه كبيره خميره، وشويه ملح وماء دافي. هذا بالنسبة للبات. بالنسبة للغارنيتور جبن موزاريلا، اللي هنا اخترت موزاريلا عربي، زيتون اخضر واكحل، تن، هنا تن حضرناه في الدار، عنا الطريقة موجودة في فيديوهات الصفحة. جامبون. بالنسبة للصلصة قصينا طروف طماطم، تقريبا 4 ولا 5 كعبات طماطم، قصيناهم مكعبات خشين شويه خاطر باش نرحيوهم في العصاره نتاع الجو، وبصل وسنتين ثوم بالطبيعه مع شويه ملح. نقراو ديما حساب الموزاريلا وحساب الصلصه اللي هي مالحه. اول حاجه تو نحطو نعجنو البيتزا نتاعنا. اول حاجه ناخذ العجانه ولا الصحفه اللي باش نعجنو فيها، ونزيدو الفرينه، نزيدو الخميره والملح ومغرفة الزبدة. اللي هنا استعمل زبدة من الزيت تجي أخف، ونبسسو الفرينة. هنا بصوابعنا ولا بالعجانة نبسسو الفرينة بالزبدة، ونزيدو الماء الدافي بشوية بشوية. بالأول نحطو كمية باهية وبعد نزيدو بشوية بشوية. حتى لوين تتلم العجينة وتولي عادش فما فرينة، وما تكونش لا يابسة لا طرية، تكون باهية رطبة. العجينة نتاعنا هكا حاضرة، تلمت ما عادش تلصق لا في الانية اللي باش نعجنو فيها ولا في يدينا. وقتها نقصو عليها ونخليوها تتخمر. بما ان باش نعملو زوز بيتزات، نقسمو العجينة على زوز ونخليوها تتخمر لين نحضرو الصوص نتاعنا. تو باش نمشيو نحضرو الصوص. الحكاية كل حكاية 4 ساعة. ناخذ الطماطم والبصل والكليل اللي حضرناهم مع سنة الثوم ونرحيوه في العصارة تاع الجو. من غير ما نزيدو لا ماء لا حتى شيء. نحطو شوية زيت في الكسرونة، تقريبا 4 مغارف، ونصبو العصير تاع الطماطم. ونقليوه بشوي بشوي. هنا اللون باش يبدا فاتح، ما فيه خاطر فيه البصل والثوم، يمشي شويه يحمر بشوي بشوي. الصلصه توا حاضره، زيدوها كان شويه ملح ونطفيو عليها. هنا ما ننساوش ديما الزيتون والجبن والتن كلهم مالحين على البات، ديما نحتاطو من الملح. هذه هي الصلصه نتاعنا حاضره. باش نحلو العجينه ونصبو الصلصه. العجينه نتاعنا لهنا تخمرت بالبي، بقالنا توا كان نحلوها بالقلقال على كبر الطبق اللي باش نحطوه في الفور. نحطو فرينة على الخمر باش نخدم عليها ونحلوها بالقلقال اللي بيصير يكون
رغيف حكاية مليمتر مش أكثر. البات توا حطيناه في الطبق وباش نزيدو الصلصة. بعد ما حطينا الصلصة باش نرشو كمية باهية من الموزاريلا وندخلوها للفور. هذه هي بيتزا التن. توا البيتزا نتاع التن باش نحطوها في الفور ونبدو نعملو البيتزا الاخرى اللي هي بالخضرة والجامبون. ناخدو الباط ونحلوها كيما عملنا للبيتزا الاخرى ونحطو فوقها الصلصة. تغرشوا شوية من الموزاريلا مش الكمية الكل. تقريبا نص الكمية. ونحطو الطماطم والخضرة اللي حضرناها. لأن حطينا الخضرة والجمبون والزيتون باش نرشو فوقها بقية الموزاريلا. توا بعد ما رشينا الموزاريلا ناخدو شوية زيت ورشوها من فوق وندخلوها للفور. الفور ما يكونش قوي برشا باش متحرقناش وما يكونش واطي باش ما نخليش يمتينا كالخبز. البيتزا نتاع التن نتاعنا حضرت. مبقانا تو كان نرشو عليها التن اللي حضرناه يكون نشفوه من الزيت نتاعو. رشوا التن ورشوا الزيتون زادا. وهذه البيتزا الاخرى حضرت. عندنا زوز بيتزات، بيتزا بالتن وبيتزا كارتيزون ولا بالخضرة والجمبون. بقانا كان نقدموهم. وهذه البيتزا نتاعنا في المرحلة الأخرى. كانت معكم الأدمين سامية. إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.